والسلام عليكم الاخوان، كي راكم دايرين؟ بخير وعلى خير؟ اش اخباركم؟ نتمنى اموركم تكون بخير وعلى خير. الاخوان، في هذا الفيديو هذا درتو الناس اللي باغا تولع مبتدئه في التربيه ديال الطيور وما عارفاش اشنو تربي. كاين اللي باغي يتولع وكاين اللي يعني كمشروع صغير ولكن ما عارفش اشنو يربي ولا اشنو باش يبدا. كمبتدئ ما غتربيش اي طائر مثلا كالامازون او الكالوبسات كمثال. كمبتدئ ما يمكنلكش تربي هاد الطيور. في هاد الحلقه باذن الله غادي نعطيك 3 انواع ديال الطيور اللي هما باش غادي تبدا واللي هما غتكتسب منهم الخبره باش تبدا الرحله ديالك. كاينين عندك 3 انواع اللي ما كيطلبوش منك واحد المهاره او لا واحد الخبره في التربيه، بالاضافه الى الثمن ديالهم اللي هو ماشي شي ثمن اللي طالع على قد الحال. المصاريف نتاع الاكل حتى هي على قد الحال، ماشي غاليه ما طالعاش بزاف. يعني هادو هما النوع اللي يمكن لك تبدا بهم الرحله ديالك او التوليعه ديالك. عندك اسيدي البادجي اللي هو معروف، ها هو كيف ما كتشوفوا البادجي اولا البيروش، طائر اللي عنده واحد الشعبيه كبيره وواسعه، كيمتاز بالوان زوينه ومتعدده، وكيمتاز ايضا بحركته المستمره والنشاط الدائم. كيبغي يلعب بالاشياء الصغيره وخصوصا الارجوحه اي الزعلوله، وكيبغي يكسر الاشياء وخصوصا الا كانت من الخشب. وهو طائر اللي عزيز عليه الهدوء وكيحاول يتجنب باقي العصافير باش ما يكونش هناك شجار، وسهل الانتاج والتفريخ وما كيكلفش بزاف نتاع المصاريف، وكيعيش حتى ل9 سنين حسب الرعايه ديالك. كيبيض من 3 البيضات حتى ل8 نتاع البيضات، اللي هو واحد الانتاج اللي كيكون وفير، وكيكون التزاوج ديالو على طول العام، يعني العام كامل وهو كيبيض. وبالاضافه الى هذا الشيء هذا فراه هو كيتوفر ايضا على اشكال مختلفه واحجام مختلفه من طائر البادجي او لا ما يصطلح عليه بالبيروش. ودابا الاخوان غادي ندوزو لطائر الكناري، اللي هو طائر الصوت ديالو زوين بزاف، وحتى هو كيتوفر على العديد من الاشكال والالوان، وخصوصا اللون الشائع هو لون الاصفر. طائر كيبغي الضجيج عكس البادجي اللي كيبغي الهدوء. فرا الكناري ما كيبغيش الوحده، كيبغي الضجيج. الموطن ديالو الاصلي هو جزر الكناري، اكتشفوه البحارة دخلوه الموطن ديالهم ومن ثم انتشر. اما تزاوج الكناري فهو كيكون موسمي عكس البادجي، فالبادجي كيتزوج على العام كامل، اما الكناري كيكون عنده واحد الوقت اللي هو محدد فين كيتزوج. كيبيض 4 المرات في العام، كيعطينا من 2 البيضات حتى ل6 ديال البيضات، اللي هو الانتاج ديالو كيكون قريب البادجي، ولكن البادجي كيكون الانتاج ديالو وفير لانه كيبيض على العام كامل. اما طائر الزبرة فإلا كنتي كتابعني من اليوتيوب غادي نخلي لك الرابط اسفل الفيديو، الا كنتي كتابعني على الفيسبوك فرا غادي نخلي لك الرابط على صندوق التعليق. وفرجة ممتعة. ما بقى لي ما نقول لك الا تهلا ليا في راسك وتهلا ليا في التطويرات ديالك. ولا كنتي جديد على القناه ما تنساش انسكريبا معايا وفعل معك داك الجرس. اي استفسار لا تساؤل خليه في صندوق التعليق وغنكون سعيد بالاجابه عليه. ودمتم سالمين.